It is so beautiful because ooh, السلام عليكم. يدخل عشرات الأجانب الإسلام في كل يوم، ولكل من هؤلاء الأجانب قصته التي حدثت معه وأقنعته بالإسلام وبروعة هذا الدين. في هذا المقطع سنعرض لكم ما حدث مع هذه الفتاة الكندية في أحد البلدان العربية، والذي أدى إلى تغييرها دينها واعتناقها الإسلام بعدما مرت به مع بعض المسلمين. فلنتابع سوية. ولكن قبل البدء بالمقطع لا تنسى وضع إشارة الإعجاب دعما له والاشتراك بالقناة. روزي جابرييل هي فتاة كندية مغامرة تدور حول العالم بدراجتها، وتنشر ما تراه خلال ذلك للجماهير الكندية والأمريكية. وفي أحد رحلاتها قررت الذهاب إلى أحد بلدان الخليج العربي، ومرت هنالك بعدة تجارب مذهلة جعلتها تنبهر بأخلاق المسلمين وحسن ضيافتهم قبل أن تقع في حب هذا الدين وتعتنق الإسلام. وسنعرض لكم المواقف التي حدثت معها أولا ثم لحظة إسلامها. خلال رحلتها في أحد مناطق عمان النائية تعرضت دراجة روزي لعطل كبير أجبرها على التوقف في وسط الصحراء، ولم يكن معها أحد ليساعدها حتى في أن ترفع دراجتها عن الأرض. فخرجت إلى الطريق الرئيسي بانتظار أن يرسل الله لها أي أحد ليساعدها في تلك المشكلة. وبعد عدة دقائق رأت سيارة قادمة من بعيد وفيها شابان عمانيان. السلام عليكم. أنا أنا واجد مشكلة. هنا موتو فول. I need help. Please من فضلك. شكرا شكرا. فنادت عليهما وطلبت منهما التوقف لمساعدتها، فلم يتردد الشابان ولا حتى لحظة واحدة في مساعدتها، وقاما باصطحابها معهما في السيارة وذهبا إلى حيث دراجتها. I think you need to. Oh, you're so strong. Wow. ما شاء الله. بس شوفي مشكلة. ثم قاموا برفع الدراجة وإصلاحها دون مقابل، وضيفاها الطعام والعصير بكل بساطة وأمنا لها كل ما كانت تحتاجه. I'm doing a video on Oman. Oman and the amazing Oman is so good. واجد زين. And just he did not hesitate to come help me and so good. So good. You saved me والله صراحة. أنا في I have. أنا عارف أعرف شوية. I'm full. I had breakfast. I'm full. Thank you. وقد أثر ذلك بها بشكل كبير جدا ودفعها للبكاء من شدة التأثر، وذلك لأنها لم تعتد في بلادها على أن يساعدها أحد من دون مقابل وبكل شهامة. It is so beautiful because ooh, I don't normally cry like this. وفي موقف آخر دعتها عائلة عمانية إلى المنزل وقاموا بتحضير الطعام لها والاحتفاء بها بكل صدر رحب. وهنا بدأت روزي بالحديث عن تفاجؤها بلطف المسلمين على عكس ما يروج له الإعلام في البلاد الأجنبية. Like Muslim people, like I've traveled a lot, and by far the most generous, kind, amazing people. Sure. And they have no idea. So this was a big part of why I'm traveling and why I'm doing this, is just to show the world and inspire people and open people's minds and show them, look what's out there and look how friendly these people are. ثم تحدثت عن كرم العرب والمسلمين وحسن ضيافتهم. But the family has been so amazing and so kind. His brother's wife made this amazing meal. Look at this spread of food, and it was all for me. Yeah. Oh my goodness, so amazing. The hospitality and just how wonderful these people are. كما استضافتها عائلة أخرى وقدموا لها الطعام العربي التقليدي مع التمر والقهوة والهريس. كل ذلك كان له تأثير كبير على روزي وعلى نظرتها للعرب والمسلمين،
وكانت قد بدأت عندها بالوقوع في حب هذا الدين والإعجاب بأهله، واستمر ذلك عندما قامت بالسفر إلى باكستان في أحد رحلاتها، وهنالك وجدت المعاملة ذاتها من المسلمين الباكستانيين، فتأكد حبها للإسلام أكثر وأكثر، وقاموا بدفع ثمن الوقود لها واستضافتها في أحد البيوت والطبخ لها، وذلك بالرغم من فقرهم وأوضاعهم المعيشية الصعبة. Man just pulled up and he was chatting to me and he actually paid for my gas. Really? बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया. فذهبت إلى أحد المساجد وطلبت من أحد الشيوخ أن يلقنها الشهادتين ويشرح لها عن الإسلام وفرائضه، وهذا ما حصل. الله أشهد الله إله إلا الله وأشهد أن عبده ورسوله. It means I testify that there is no God except Allah subhanahu wa ta'ala. I testify that Muhammad sallallahu alaihi wasallam is his prophet and prophet. That's what we testify. We will not and never. One more. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Congratulations for you. Now you have entered the way of life of Islam. Now you are a Muslim. بعد ذلك ظهرت روزي في أحد المقاطع وهي تحمل القرآن الكريم بيديها وتتحدث عن سعادتها بوضع إشارة الإعجاب، دعم الله والاشتراك بالقناة، ودمتم بحفظ الله.